اقسم بالله اجيبك ملبوس. انا عايزك تتخيل معايا انك دخلت اوضتك، لقيت والدك قاعد فاتح الكمبيوتر بتاعك وباصص على الهيستوري بتاع سيادتك اللي انت نسيت تمسحها. هيبقى ايه احساسك ساعتها؟ بلبوص، صح؟ المشكلة انك في الدنيا تقدر تمسح الهيستوري بتاع الكمبيوتر بتاعك بسهولة ومحدش يعرف انت بتعمل ايه، لكن في الاخرة الهيستوري بتاعك موجود. مش بس دي المشكلة انك هتقرا الهيستوري ده قدام ربنا سبحانه وتعالى، كلمة كلمة، حرف حرف، كل حاجة عملتها تقراها. يعني عايزك تتخيل معايا كده انك كنت شتمت صاحبك، هتقف بين ايدين ربنا تقول كده، هتقول انا في اليوم الفلاني انا شتمت صاحبي وقلت له يا ابني هتعرف تقولها؟ طب تخيل كده انك كنت سبيت الدين، هتقولها ازاي قدام ربنا؟ هتقول انا قلت له يلعن؟ هتعرف؟ حتى لو مش هتعرف، لسانك هيقولها غصب عنك، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هتقرأ. التوبة ممكن تخلي ربنا انه يسامحك ويعفو عنك، لكن في الاخر هتقرأ. الهيستوري بتاعك لسه في ايدك دلوقتي، تقدر تغير فيه. اعمل لنفسك هيستوري يشرفك قدام ربنا كده، يا اما اقسم بالله اجيبك ملبوس. السلام عليكم.